متميزة في أدائها التربوي والتعليمي ورعاية وتأهيل الأيتام، حتى تكون مؤسسة أسوة وقدوة لمثيلتها من المؤسسات الأخرى. ووسيلتنا لهذه الرؤية التي نتمنى أن نصل إليها هي المحاولة لإيجاد الفتاة والفتى الصالح الذي ينفع أمته وشعبنا الطيب في إندونيسيا. إيجاد طالب وطالبة متميز علمياً، يصل لأحدث التكنولوجيا التي يستعملها الطالب في أنحاء الدنيا، وأيضاً متميز أخلاقياً، يكون بأخلاق المسلم الذي يعي مصلحته دنيا وآخرة. أيضاً نجد الطالب المنتمي لأمته ووطنه، كيف ينهض بهذا الوطن العزيز ويجعله إن شاء الله يكون رقم واحد نمبر 1 في هذه الدنيا. نحاول أن نسعى لتحقيق هذا الهدف. عندنا إلى جانب المؤسسة التعليمية المدارس كما علمتم بمراحلها المختلفة، أيضا سكن للطالبات. هذا السكن اسمه سكن الأمل، وفي الحقيقة نسعى أن يكون سكن الأمل من خلال الأنشطة التربوية والتعليمية التي تصحب الفتاة بديلا عن الأسرة منذ فجر يومها إلى أن تنام، بجانب ترفيهي، جانب تعليمي، جانب روحاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أننا كفريق عمل واحد نتحلى بالصبر وبروح التعاون أن نصل إلى تحقيق هذا الهدف، مستعينين بالله عز وجل أولا وأخيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله